فيلمنا النهارده بيبدأ برحلة وجع بدأت سنة 1999 في دار مسنين بلويزيانا. كل العجوز اللي ملامحه مليانة هموم الدنيا قاعد قدام تلفزيون قديم بيتفرج على فيلم استعراضي اسمه توب هات. فجأة دموعه تنزل، بس مش عشان هو متأثر بالفيلم ده، عشان افتكر ذكرياته اللي محبوسة بقالها أكتر من 60 سنة. بول بيقرر يفتح قلبه لزميلته إلينا وبيبدأ يحكي لها السر اللي غير حياته كلها، السر اللي بدأ سنة 1935 في سجن كولد ماونتين، وتحديدا في حتة اسمها الميل الأخضر. وسموه كده مش عشان هو جنة، لا، ده عشان الأرضية اللي بيمشوا عليها المحكوم عليهم بالإعدام لونها أخضر فاتح، وده آخر لون بيشوفوه في حياتهم قبل ما يقابلوا وجه كريم. وبول اللي كان بيحاول يتعايش مع مرضه المؤلم لما السجن استقبل ضيف مش عادي. جون كوفي ده اسم ناعم لراجل عبارة عن تريلا من العضلات. المخرج هنا صور لنا جون وهو داخل العنبر كأن السجن بيظهر قدامه، والكاميرا جايباه من تحت لفوق عشان يحسسك بالرهبة. بس ركز في عيون جون هتلاقي فيها براءة طفل تايه، مش نظرة مجرم وقتل قتلة. بول وهو بيقرأ ملفه ما كانش مستوعب ازاي العملاق ده ممكن يقتل طفلتين ببرود. الملف اللي مع الضابط هنا بيلمح ان جون كان شايل جثثهم وبيعيط وبيقول ما قدرتش انقذهم. جملة لو ركزتم فيها تفهموا ان وراها لغز كبير، هو اللي قتلهم فعلا ولا كان بيحاول ينقذهم؟ وهنا بقى لازم نقف عند بيرسي، الشخصية اللي هتخلي دماغك يغلي طول الفيلم. بيرسي كان بيمثل الواسطة والمحسوبية والقرف جوه السجن. هو بقى مش داخل هيشتغل، ده داخل عشان يتسلى بتعذيب المحبوسين. لما ظهر الفار اللي سماه دايل مستر جينجلز، ويجي الضابط بيرسي اللي كان عايز يموت الفار لمجرد المتعة. وهنا بيجي دايل المسجون اللي اعتبر ان الفار هو ده صاحبه الوحيد اللي بيونسه. بيرسي مفكر نفسه هو اللي يقرر مين يعيش ومين يموت. وحاجة أهم، بول كان خلاص استسلم للألم، واليأس بدأ يتسلل لقلبه لحد ما بنشوف لحظة بتوقف القلب. جون كوفي العملاق اللي الناس كلها خايفة منه بيندى على الضابط بول وبيمسكه من هدومه وبيشده جوه الزنزانة، وهنا بيبص له في وشه أكنه هياكله بأسنانه. إيد جون قد وش بول 7 مرات، وبول بيترعب ومفكر إنه خلاص انتهى. لكن جون بيحط إيده في مكان الوجع بتاع بول، وفجأة الإضاءة في المكان بتتهز كأن السجن بيتفاعل مع اللي حصل. وبنشوف جون ووشه بيتكرمش وبيتعصر من الوجع لحد ما بيطلع من بقه سرب من السواد وكأنه سحب المرض وحوله لتراب في الهواء. وهنا بنعرف ان جون مش مجرد مسجون، ده شخص بيطهر العالم من الوجع. بول هنا بيبدأ يفهم ان قدام راجل معجزة ماشية على رجلين، وبدأ يخطط في عملية تهريب بس بطريقة عمرها ما حصلت في اي سجن قبل كده. بس مش عشان يهرب سجين، لا، ده عشان ينقذ حد بيموت بره. بول بيجمع فريقه اللي بقوا مؤمنين بجون زيه، وبيقرروا ينقلوا جون لبيت المأمور هان عشان يشفي مراته ميليندا. وهنا بيبقوا مرعوبين ومتوترين جدا، وهم بيخدروا السجين ويليام وبيرموا بيرسي في الحجز. هنا بنشوف العدالة أحيانا بتحتاج لكسر القانون الرسمي عشان نحقق العدالة الإنسانية. يوم بيوصل عند الحاجة ميليندا اللي كانت بتموت، فجأة بتشوف راجل عملاق قدامها. هي لو مش هتموت من المرض هيجيلها سكتة قلبية من الراجل دوت، بس فجأة وبلمسة واحدة بيمتص الورم اللي في جسمها، وجون بيتعذب من الوجع وهو بيمتص ألم الحاجة ميليندا. وفي الآخر الست تقوم تفوق وترجع عشرينات تاني. لما رجعوا السجن جون ما خلصش مهمته لحد هنا، هو لسه شايل القرف اللي سحبه من الحاجة ميليندا جواه. وأول ما بيرسي بيخرج من الحاجز وهو بيهدده بجون بيمسكه وبينقله السواد ده كله. وهنا جون بيحقق العدالة. بيرسي اللي كان بيتلذذ بعذاب الناس بيتحول لآلة بتنفذ الحكم. المجرم الحقيقي ويليام. جون بيمسك ايد بول في مشهد تخاطب وبيوريه الحقيقة اللي بتوجع، ان ويليام هو اللي قتل الطفلتين اللي قلنا عليهم في اول الفيلم، وان جون كان بيحاول يرجعهم للحياة بس وصل متأخر واتمسك متلبس ولبس هو القضية عشان ما كانش في حد غيره. وجون اتحكم عليه بالإعدام والوقت بيجري. وصلنا للنهاية، للحظة مفيش حد بيقدر يمسك دموعه فيها. جون كوفي وهو على كرسي الإعدام بيطلب طلب بسيط يقطع القلب، بيقول ما تحطوش الكيس الأسود على وشه لأن أنا بخاف من الضلمة. الكلمة دي بتهدم أي فكرة عن إنه مجرم. دي كلمة طفل بريء خايف. بول بيمسك إيده وهو بيبكي، والكهرباء بتمشي في جسم المعجزة اللي البشر ما قدروش يحافظوا عليها. وبنرجع لبول العجوز اللي عايش بقاله 100 سنة، وبنفهم إن دي لعنة الميل الأخضر. هو عايش بيشوف كل اللي بيحبوهم بيموتوا، وكأنه بيتعاقب على كل ثانية سكت فيها على ظلم جون. فيلم بيقفل بكلمة بول كلنا ماشيين في الميل الأخضر بتاعنا، بس بعضنا طريقه أطول من التاني. ودي الخلاصة اللي بتخلينا نفكر في معنى الحياة والعدالة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ومتابعة.